السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ يا رب بكل خير وسعادة. النهاردة المحاضرة بتاعتنا هنتكلم على Guided Tissue Regeneration and Guided Bone Regeneration. What is the difference؟ لأن ساعات بيبقى فيه خلط أو التباس في المسميات بتاعة التو سيرجريز ديت، وساعات بنستخدم حاجة مكان حاجة. طب إيه المشكلة يعني؟ أنا لازم يعني يبقى دقة قوي في اختيار المسميات للبروسيجر اللي أنا هعملها؟ أكيد طبعا بتفرق معانا. يعني مثلا لو انا عايزه اعمل ايبيسكتومي، انا حتى لو انا مش اندودونتست، مش حد هيعمل البريبيكال سيرجري دي، لان دي من ضمن السكوب بتاع تخصصات دكاتره الاندو، ان انا عندي بريبيكال ليجن، والبريبيكال ليجن ده محتاج يتعمل له سيرجيكال اكسجن، فبالتالي لازم اعمل سيرجيكال بروسيجر المسمى بتاعها هو ايبيسكتومي. فطبيعي ان انا لازم ابقى عارفه كل جراحه مسماها ايه الصحيح، حتى لو انا بشتغل، لان انا طبيب اسنان، فعشان ابقى فاهمه حتى وعلى تواصل بسهوله ومفهوم مع الطبيب اللي انا بتشاور معاه في الحاله بتاعتي. الحاله دي محتاجه ايبيسكتومي، محتاجه تعمل امباكشن، محتاجه تعمل ميوكوجينجيفال سيرجري، محتاجه تعمل جايدد تيشو ريجينيريشن، جايدد بون ريجينيريشن. فلازم ابقى عارفه معنى المسمى بتاع العمليه بخطواته، حتى لو انا مش بعمل العمليه دي بنفسي، او ان انا هستعين بطبيب زميل متخصص هو اللي يعمل العمليه دي. فالجي تي ار والجي بي ار بيبقوا فيهم حاجات مشتركه مع بعض وحاجات مختلفه، فخلينا نعرف ايه هو الجي تي ار وهو الجي بي ار والفروق ما بينهم. قبل ما نتكلم على الجي تي ار والجي بي ار، احنا هنتكلم بسرعه عن الهيلينج. بمعنى انا هعمل سيرجري، فطبعا بالنسبه لي مهم جدا عمليه الهيلينج اللي هتحصل، والاند ريزلت بتاع الهيلينج بتاع السيرجري ده بيبقى عباره عن ايه. احنا عندنا في 3 انواع من الهيلينج فيمس جدا في اي جراحه. عندنا healing with regeneration, healing with repair, healing with scar. healing with scar إلى حد كبير مش موجودة عندنا في الأورال كافيتي، لأن إحنا دايما بنعمل tissue approximation. فمادام التيشو approximated، في عندي primary closure للتيشو بتاعتي اللي هي الفلابس بتاعتي، فغالبا الهيلينج بيبقى with primary intention. فعملية السكار فورميشن دي تعتبر نادرا أو نادرة الحدوث عندنا في الأورال كافيتي. فعشان كده السكار فورميشن مش وارد قوي. الأكثر شيوعا عندنا حاجة من الاثنين، يا healing with regeneration يا healing with repair. What is the difference؟ كلمة healing with regeneration يعني healing with the same kind of tissues. يعني أنا كان عندي بريدونتال وايز، كان عندي قبل البريدونتايتس كان في بريدونشم. البريدونشم ده كان عبارة عن الفلار بون، بريدونتال ليجامنت، سيمنتم، والكلام ده كله covered with الجنجفا اللي هو السوفت تيشو بتاعنا. لما حصل ديستراكشن حصل لوس للثري تيشوز ديت موستلي، اللي هو البون والسيمنتم والبريدونتال ليجامنت. فأنا هعمل سيرجيكال كوركشن عشان اعالج المشكله الديفيشنسي اللي حصلت دي بطريقه ما، ببروسيجر ما، اللي هي الجايدد تيشو ريجينيريشن. فهينتج عندي نيو بون فورميشن، نيو بريدونتال ليجامنت فورميشن، اند نيو سيمنتم فورميشن. فهنا انا عندي حصل هيلينج بنفس الاوريجينال تايب اوف بريفيوس ميزد تيشو، فده بيسموه هيلينج ويز ريجينيريشن. في حالات تانية بيبقى عندي هيلينج وكل حاجة، بس الهيلينج بيحصل بنوع مختلف من الأنسجة. يعني اوريجينالي كان عندي بون والسيمنتم وبريدونتال ليجامنت، حصل بريدونتايتس، حصل ديستراكشن، وانا اتعاملت مع الحالة وعالجتها، وحصل فعلا بوكيت ديبس ريدكشن، وحصل بالتالي نتيجة الاتاتشمنت جين اللي حصل، نتيجة ان حصل هيلينج عندي. بس المرة دي الهيلينج بنوع مختلف من الأنسجة، هيلينج هيلثي وعامل اتاتشمنت مع الروت سيرفيس، بس الهيلينج المرة دي بحاجة اسمها لونج جانكشن ايبيثيليوم. لونج جانكشن ايبيثيليوم ده بيبقى عباره عن ايبيثيليوم سبورتد ويز كونكتيف تيشو. يبقى اذا حل محل الاوريجينال تيشو اللي كانت موجوده قبل كده، ديفرنت تيشو كايند، هيلثي تيشو عامله اتاتشمنت وعامله كلينيكال امبروفمنت كويس جدا، بس نوع الانسجه مختلف على الرغم ان هو هيلثي. بس هنا الهيلينج مش هيبقى اسمه بقى ريجينيريشن، يبقى الهيلينج اسمه ريبير. يبقى احنا عندنا تو ديفرنت تايبس من الهيلينج، يا اما ريجينيريشن يا اما ريبير. دايما في النون سيرجيكال تريتمنت لحالات البريدونتايتس بيبقى الهيلينج ويز ريبير. وانا بعرف ان حصل امبروفمنت وتحسن ازاي، ان انا كان عندي بوكيت فعملت سكيلينج، نيرو بلاننج، حسنت الاورال هايجين، شلت اي مصدر لانفكشن او ديستراكشن موجود. فانا في البدايه است بوكيت ديبس واتاتشمنت ليفل وبليدنج اون بروبنج. لما عالجت الحاله وجيت عملت ري ايفالويشن لقيت ان البوكيت ديبس قل، الاتاتشمنت جين حصل، والبليدنج اون بروبنج بقى مينيمال او زيرو. يبقى انا كده الحاله عندي اتعالجت، يبقى حصل هنا تيشو هيلينج. بس لما لقوا هيستولوجيكالي جم يفحصوا نوع الهيلينج ده اراوند التوث، لقوا ان هو هنا الهيلينج ويز ريبير ويز لونج جانكشن ايبيثيليوم.
ما حصلش الاوبتيمم هيلينج اللي احنا كنا متوقعينه، اللي هو الايه؟ الريجنريشن، يحصل نيو بون فورميشن، سيمنتم اند بريدونتال ليجمنت. فسروا بده ان ده مش ضعف امكانيات حضرتك في الشغل او انت قصرت في حاجه، الفرق في سرعات الهيلينج ما بين الانسجه المختلفه. يعني دايما عندنا في الديفكت بتاعنا بيبقى في الديفكت بروفايدنج الريميننج تيشو، بروفايدنج all cells to regenerate، انها تقدر تعمل الميزد تيشو مره ثانيه. يعني عندي اوستيوبلاست وعندي اوستيوكلاست وفايبروبلاست وسيمنتوبلاست كونكتيف تيشو ابيثيليوم، كل الانسجه موجوده ready to start healing after elimination of destruction source اللي هو الانفكشن سورس. بس سرعات الهيلينج بتاعت الخلايا دي للاسف مش زي بعض. الاسرع على الاطلاق هي السوفت تيشو سيلز، الابطا هي الهارد تيشو سيلز. واسرع واحده في السوفت تيشو سيلز هي الابيثيليوم. الابيثيليوم in 1 week هتلاقي عندك فيه نيو ابيثيليوم فورميشن فولود باي الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو محتاج حوالي 6 اسابيع، يعني شهر ونص. البون محتاج على الاقل 8 اسابيع، وعشان يبقى فيه بريدونتال ليجامنت ريجنريشن لازم في الاول يكون حصل بون ريجنريشن. السيمنتم غالبا بيبقى حظه قليل قوي من الريجنريشن، لان اوريجينالي السمك او السبيس بتاع البريوستيوم بيبقى السيمنتم بيبقى بالمايكرون، فبيبقى السمك بتاعه قليل، فدايما بيبقى ما بياخدش فرصه جيده في الريجنريشن. فغالبا لو حصل ريجنريشن بيبقى بون وبريدونتال ليجمنت. فاحنا عندنا هنا سرعات متباينه ومختلفه جدا بين الانسجه. السوفت تيشو هيلينج سريع جدا جدا، والهارد تيشو هيلينج بيبقى ابطا منه. فعشان كده اللي بيجي الاول هو اللي بياخد المكان من الاخر. يعني بتلاقي دايما الهيلينج عايز الانسجه بسرعه، عايزه تلحق المكان ده تعمل كلوجر ليه عشان ما يحصلش ري انفكشن مره ثانيه. فهو الغرض هنا والنيه حسنه جدا. فدايما السوفت تيشو هيلينج بيبقى اسرع وبيسبق الهارد تيشو هيلينج، فيبقى الاند ريزلت بتاعتي ان ما بيحصلش ريجنريشن نتيجه الرابيد سوفت تيشو هيلينج، فبيحصل عندي ريبير بدل الريجنريشن. وعشان كده لما جم يحلوا المشكله دي، ان احنا ماشي الريبير جميل ويحترم وكل حاجه، بس هو اضعف من الهيلينج ويز ريجنريشن. يعني ده هيلينج وده هيلينج، وده هيدي كلينيكال امبروفمنت وده هيدي كلينيكال امبروفمنت، بس لا قدر الله لو حصل تكرر لنفس المشكله ولنفس السبب مره ثانيه، هيبقى الدستركشن اسرع واكبر من الدستركشن اللي حصل في المره اللي قبل كده. فلما جم يفكروا نحل المشكله دي ازاي، لقوا ان الضرر بيجي لنا من السوفت تيشو سايد. ما هو مصدر الخلايا بتاعه السوفت تيشو جايه من الجنجفا، من الانر سيرفيس بتاع السوفت تيشو، اما مصدر الخلايا بتاعه الريجنريشن بروفايدد باي البون والتوث سيمنتم. فقالوا لو احنا عملنا كفرج للديفكت، الديفكت بتاعنا ده لو عملنا كفرج، لو حطينا عازل، حطينا بارير، حطينا ممبرين، بمعنى ان هيبقى في طبقه عازله تحت السوفت تيشو فوق البوني ديفكت، كأن انا عملت كلوجر سيلينج للبون ديفكت بتاعي. فبالتالي انا كده عزلت السوفت تيشو سيل انفلتريشن وذن الديفكت، وكده انا سايبه البلاد كلوت بتاعتي فيها انواع الخلايا بس اللي انا محتاجاها عشان يحصل عن طريقها ريجنريشن، اللي هي الاوستيوبلاست، السيمنتوبلاست والفايبروبلاست. الخلايا دي محتاجه مكان فاضي، وانا سايبه لها المكان فاضي بعزل السوفت تيشو سيلز ان يبقى انفلتريتد وذن التيشو وذن الديفكت، وهديها الوقت بتاعها الكافي لانها بطيئه في الشغل بتاعها. فبالتالي المفروض بدل ما يحصل ريبير يحصل عندي ريجنريشن. هل الكلام ده حصل؟ حصل فعلا، بس الكلام ده ما بيحصلش عن طريق النون سيرجيكال تريتمنت للاسف. لازم اعمل الاول النون سيرجيكال تريتمنت وانجح فيه، وبعد كده اعمل فيز 2 اللي هي السيرجيكال ستيب عشان اقدر احقق الهيلينج، بدل ما يبقى ريبير يبقى ريجنريشن. بس عشان يحصل ريجنريشن زي ما شرحت لحضرتك ما ينفعش بان انا بعمل فلاب وكليرنس وديس انفكشن وديبرايدمنت وسكيلينج وخلاص. انا لازم كمان استخدم بايو ماتيريالز عشان اعمل جايدنج للتيشو عشان يحصل لها ريجنريشن. على راس هذه الماتيريال هو الممبرين. وعشان كده سموا التكنيك اللي هنعمل بيه السيرجري بتاعتنا دي جايدد تيشو ريجنريشن باستخدام الممبرين. ليه ممبرين اساسي مش البون جرافت؟ لان احنا هنلاقي ان في بعض الحالات بنحتاج نستخدم ممبرين بس فور جايدد تيشو ريجنريشن، وحالات تانية بنحتاج نستخدم ممبرين اند بون جرافت. ليه مش بون جرافت بس؟ لان ببساطه شديده ان البون جرافت عباره عن بارتكلز، البارتكلز دي بينها وبين بعضها ماكرو سبيسز، والسوفت تيشو سيلز عباره عن مايكرو سيلز. بسهوله شديده جدا تقدر تبقى انفلتريتد وذن الماكرو سبيسز بين البون جرافت بارتكلز وبعضها، تفسد لي نوع الهيلينج. بدل ما يبقى لا هيبقى منه ريجنريشن ولا هيبقى منه ريبير، هيبقى عباره عن سوفت فايبرس تيشو، فبالتالي هيبقى فيري ويك، الاتاتشمنت بتاعه كويشنبل جدا. فعشان كده بقى النوع الهيلينج للاسف ما بقاش
الريجنريشن اللي كنا بنتارجت ليه. فعشان كده المين ايتم او المين ماتيريال اللي بستخدمها للريجنريشن هو الممبرين مش البون جرافت. احيانا بيبقى لوحده كافي فور ريجنريشن، واحيانا بضطر استخدم معاه كمان بون جرافت ماتيريال. واحنا في محاضره سابقه قبل كده اتكلمنا عن البون جرافت ماتيريال كسلكشن وكرايتيريا والميكانيزم اوف ورك بتاعه. يبقى عشان اعمل جايدد تيشو ريجنريشن بستخدم ممبرين او ممبرين وبون جرافت. ليه تيشو؟ يعني ليه كاتبين جايدد تيشو ريجنريشن؟ لان حضرتك اراوند التوث انت بتارجت 3 تيشوز مش تيشو واحده. انا بتارجت البون يحصل له ريجنريشن، سيمنتوم ريجنريشن، بريدونتال ليجامنت ريجنريشن. ما عنديش اصلا رفاهيه السلكشن، انا بعمل جايد لل 3 تيشوز ان يحصل لهم ريجنريشن باستخدام عمليه العزل باستخدام الممبرين. وده معنى كلمة guided tissue regeneration. يبقى أنا عشان أعمل guided tissue regeneration هستخدم ممبرين. which defect برضه عشان برضه أبقى عارفة أنا هل أي بوني ديفكت عندي أقدر أعمل له ريجنريشن. إحنا عندنا سوبرا بوني ديفكت وإنفرا بوني ديفكت. سوبرا بوني ديفكت اللي هو الهوريزونتال بون لوس، وطبعا ده مستحيل نقدر نحقق ريجنريشن معاه، وده اتكلمنا عنه في محاضرة قبل كده وشرحناه تفصيلا. أما الديفكت اللي أقدر أحقق فيه الإند ريزلت از ريجنريشن هو الفيرتيكال بون لوس بأنواع المختلفة، وده برضه شرحناه في محاضرة قبل كده. ونضيف عليهم برضه حالات الفوركيشن انفولفمنت كلاس 1 وكلاس 2. يبقى انا لما يبقى عندي بيريدونتايتس مسببه اتاتشمنت لوس بون لوس، لما يبقى عندي فيرتيكال بون لوس بروكسيمال فيرتيكال بون لوس باترن اوف بون لوس او فوركيشن انفولفمنت كلاس 1 او كلاس 2، الحالتين دول يا دكتور قابله للريجنريشن، فاعمل السيرجي استخدم البايو ماتيريال المناسبه وحقق الاند ريزلت ريجنريشن انستيد اوف ريبير. عشان اعمل ريجنريشن اتفقنا نستخدم ممبرين، فعشان كده خلينا نشرح الممبرين. هو ايه الممبرين ده وايه الماتيريال المتاحه عندي في الماركت؟ اولا اجيب منين ممبرين؟ انا عايزه اشتري ممبرين اجيبه منين؟ اي موزع امبلانت عندك في بلدك او في مصر بيبقى من الاماكن اللي نقدر نستخدم نشتري منهم الممبرين. فانا بطلب من اي وكيل امبلانت نوع الممبرين اللي انا عايزاه بالكرايتيريا اللي انا عايزاها. هم بيبيعوها سيبريت برودكت مش مرتبطه بالزراعات اللي بيبيعوها، فاذا اقدر اشتري من 1 أو 2 أو 3 اي ممبرين باي كواليتي باي دايمنشن باي سعر مناسب للحاله بتاعتي. الممبرين عندنا في منه نوعين، في ريزوربابل ممبرين ونون ريزوربابل ممبرين. لان خلي بال حضرتك الممبرين ده مصيره في النهايه انه تعمل له اليمينيشن. يعني انا ما ينفعش اكون عامله بيرمننت سيبريشن بين السوفت تيشو والبون. انت لاحظت طبعا احنا قلنا هنحط الممبرين تحت الفلاب، هيبقى تحت الفلاب وفوق البوني ديفكت، فدي عمليه عزل مؤقته لحد ما يحصل بون ريجنريشن. بعد ما يحصل بون ريجنريشن العازل ده الممبرين حاجه من الاثنين، يا اما هو نون ريزوربابل ماتيريال فانا هضطر افتح واشيله عشان في الاخر يحصل دايركت كونكشن واتاتشمنت بتوين السوفت تيشو والنيولي فورمد بون، او ان الماتيريال نفسها طبيعتها ان هي ريزوربابل فبالتالي يحصل لها جرادوال ريموفال باي تايم وفي الاخر يكون حصل بون ريجنريشن ويحصل كونكشن واتاتشمنت دايركت بين السوفت تيشو والبون. فعشان كده حضرتك بتحدد الحاله بتاعتك انا محتاجه لها نون ريزوربابل ممبرين ولا ريزوربابل ممبرين. اول ما فكروا في فكره جايدد تيشو ريجنريشن استخدموا اول ممبرين استخدموه كان نون ريزوربابل. النون ريزوربابل ممبرين طبعا كممبرين لازم يبقى في حاجات كده ثابته في كل الانواع سواء ريزوربابل او نون ريزوربابل، ان يكون سموث او سيمي سموث، ان يكون انرت، ان يكون باي كومباتبل، ان يكون سترايل عشان السوفت تيشو نفسه ما يبقاش متضايق منه او يعمل اي تروما او مشاكل على السوفت تيشو ليفل. فهو طبيعته ان هو نون ريزوربابل، يعني الاميون ريسبونس بتاعنا ما بيتعرفش عليه على انه فورين بادي، عارفين زيه زي الامبلانت مثلا. فهو باي كومباتبل ماتيريال بيتحط ويتثبت ويتساب في مكانه لفتره وبعد كده بنضطر نفتح ونشيله لانه نون ريزوربابل. اشهر ماتيريال معمول منها النون ريزوربابل ممبرين هو البولي تترا فلوروإيثيلين، او بمعنى ادق والنوع الاكثر انتشارا اللي هو EBTFE اللي هو expanded poly tetra fluoroethylene. في انواع منه بتبقى expanded poly tetra fluoroethylene وفي انواع منها بتبقى with reinforcement او reinforced with titanium. فاذا ده موجود وده موجود. فكره التيتانيوم reinforcement عشان تدي structure او شكل معين او كونتور معين للمكان اللي انا بعمل فيه regeneration. فاذا بيبقى متوفر عند المصدر اللي حضرتك هتشتري منه الممبرين في BTFE بس وفي BTFE with titanium reinforcement. النون ريزوربابل ممبرين لما هستخدمه
مع البيشنت بتاعي، هثبته بحاجه اسمها سلينج سوتشر تكنيك، والممبرين ده انا هسيبه لفتره، الفتره دي تتراوح من 6 اسابيع ل 8 اسابيع اللي هي الفتره المناسبه عشان يحصل بون ريجنريشن زي ما اتفقنا. هيبقى عباره عن سوفت بون بورلي مينرالايزد، بس اتليست الديفكت بتاع اللي كان فاضي ده بقى فيلد ويز نيولي فورمد بون، حتى ايفن لو هو مش ويل مينرالايزد. في الوقت ده هيبقى الوقت مناسب ان انا ادي انستيزيا، افتح فلاب مره تانية واشيل الممبرين واعمل سوتشر مره تانية. ويمكن دي الحاجه اللي خلته بقى rarely to be used around the teeth، يعني في البريدونتال ديفيشنسي مش شائع قوي ان احنا نستخدم نون ريزولفبل ممبرين بسبب السيرجيكال ري انتري مره تانية، ولكن هو موجود ومتوفر بكثره جدا لان هو وايدلي يوزد في حالات الامبلانت. فعشان كده اول ممبرين استخدموه هو البي تي اف اي نون ريزولفبل ممبرين فور جايدد تيشو ريجنريشن، نوت يوزد اني مور في حالات البريدونتايتس بسبب السيرجيكال ري انتري، لان ده يعتبر حاجه اجريسيف ان انا اعمل سيرجيكال ري انتري تاني جاست تو ريموف الممبرين ويز نو اديشنال بنفيت للبيشنت بتاعي. وعشان كده عملوا النوع الثاني، يعني سبب وجود الريزوربل ممبرين فكره ان احنا عايزين نمنع او نلغي فكره السكند سيرجيكال ري انتري، فعملوا لنا ريزوربل ممبرين برضو نفس الخصائص ان هو سترايل سموث باي كومباتبل. الجسم بتاعنا بقى المره دي هيتعرف عليه على انه فورين بادي، فانا مش هبقى مضطره ابدا ان انا اعمل سيرجيكال ري انتري عشان اعمل له اليمينيشن. معمول من ماتيريال زي ايه؟ معمول من الكولاجين، معمول من الفيكريل، معمول من البريكارديوم، معمول من البوليلاكتيك اسيد. دي الفور ماتيريالز الافيلابل عندنا في الماركت في مصر وفي معظم الدول العربيه. عندنا تو ماتيريالز هم اللي موجودين بشكل كبير منتشر جدا، الكولاجين والبريكارديوم. الكولاجين او البريكارديوم الاثنين يعتبروا ريزوربابل ماتيريال. الريزوربشن بتاعهم جاي من فكره زي ما اتفقنا ان الجسم بتاعنا الاميون ريسبونس بيتعرف عليهم على انهم فورين بادي، يبتدي يعمل لهم انزيماتيك ديجراديشن. انزيماتيك ديجراديشن معنى انها تبتدي تعمل ريزوربشن للممبرين بارت باي بارت لحد ما يحصل للممبرين كومبليت اليمينيشن. فانا كده ما بقاش مضطر ابدا ان انا اعمل سيرجيكال ري انتري تو اليمينيت الممبرين. طبعا واضح ان انا محتاجه الممبرين ده ان الريزوربشن ريت بتاعه ما يقلش عن 6 ل 8 اسابيع. انا محتاجه ممبرين يبقى موجود لفتره تسمح بالانيشيال بون ريجنريشن عشان ما يبقاش اي فرصه للسوفت تيشو انفلتريشن وذين النيولي فورمد بون. فعشان كده وانا بشتري الريزوربل ممبرين المفروض ابقى عارفه الريزوربشن ريت بتاعه قد ايه. ما ينفعش يبقى اقل من 6 اسابيع، لكن ممكن يبقى ازيد، يعني حتى لو هيقعد 3 شهور او 4 شهور. احنا عندنا في ممبرينز بتوصل الريزوربشن ريت بتاعها اب تو 9 مانثز. طبعا كل ما الريزوربشن ريت بيطول كل ما السعر بيبقى اغلى. ففي بعض الحالات زي حالات مثلا البون، حالات الريدج اوجمنتيشن بنحتاج فتره اطول للبون ريجنريشن، فممكن نحتاج ممبرين ويز لونجر ريزوربشن ريت. لكن في حالات البريدونتايتس غالبا من 2 ل 3 شهور، يعني ما بنحتاجش فتره اطول من كده. طيب الريزوربشن دوت او الانزيماتيك اكتيفيتي من الاميون ريسبونس على الممبرين ده عباره عن انفلاماتوري رياكشن. طب الانفلاماتوري رياكشن ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ على حسب السيفيريتي بتاعته. فلو ان الانتر اكشن بين الاميون ريسبونس بتاعنا مع الممبرين اللي بيحصل عليه او بتعمل له ريزوربشن عباره عن مايلد انفلاماتوري رياكشن، فالمايلد انفلاماتوري رياكشن ده يعتبر بينيفيشال في الحاله دي لانه بيزود الفاسكولاريتي في الاريا اللي بيحصل فيها الانفلاماتوري رياكشن دوت. فده طبعا تعتبر حاجه كويسه جدا فور هيلينج فور ريجنريشن. وكمان لقوا ان الريزوربل ممبرين اكت از ا كيموتاكتيك ماتيريال بتساعد على الميزنكايمال سيل بروليفريشن، وانها تبتدي تعمل تيشو، تعمل سيل ديفرنشيشن، وتبتدي يحصل الريجنريشن اللي احنا بنتارجت ليه. فيعتبر استخدام الريزوربل ماتيريال ليه ميني بينيفيتس، واهم حاجه بالنسبه لنا ويمكن التوب بالنسبه لنا وبالنسبه للبيشنت فكره ان هو ما بيحتاجش سيرجيكال ري انتري مره ثانيه. لما بنعمل ريكويست للممبرين بيبقى الممبرين جاي في شكل مربع او مستطيل، فانا بطلب على حسب بقى الدايمنشن بتاعه الكيس بتاعتي. انا عايزه ممبرين ابعاته قد ايه؟ 15 في 20 مللي، 25 في 25، 30 في 40، على حسب. انا بقيس ميزيو ديستال، ايبيكوكرونال، باكولينجوال، وبقيس ده مش كلينيكال، ممكن اقيسه حتى على الاكس راي استيميتنج تقريبا انا محتاجه دايمنشن قد ايه، وبجيب بزياده شويه عن اللي انا محتاجاه تحسبا، يعني لان انا ما كنتش عامله كالكيوليشن مظبوط، والزياده دي اكيد انا بعمل لها تريننج.
طبعا احنا ديفكتس عندنا بتبقى مينلي بروكسيمال، بس احنا بيبقى غالبا بنعمل كفرج بروكسيمال بكال، ممكن ميزيال وديستال وبكال، ممكن ميزيال وديستال بكال اند لينجوال. فببتدي اعمل تريمنج للممبرين بتاعي بالسيزور، بحيث ان انا بنقيفه على شكل الديفكت بتاعنا عشان يبقى عامل كفرج كويس للديفكت وبزيادات معقوله ميزيال وديستال وايبيكال ولينجوال، عشان يبقى عامل عندي سيفتي مارجنز، ما احتاجش او ما اخافش ان يحصل عندي اي سوفت تيشو انفلتريشن. الممبرين الريزوربابل بالبروكسيمال ارمز بتاعته اللي هي بتبقى اكستندد بروكسيمالي، دي بتديله سام سورت اوف ميكانيكال ستابيليتي. فعشان كده غالبا في حالات البريدونتايتس واحنا بنعمل جايدد تيشو ريجنريشن ما بنحتاجش نعمل ممبرين فيكسيشن، لانه اوريدي بيبقى فيكسد بالاكسترا سيرفيس اريا اكستندد، وبالبروكسيمال ارمز اللي بتبقى اكستندد عندي بروكسيمالي واكستندد للاذر سيرفيس سواء بكال او لينجوال، فده بيديله مينو في ستابيليتي كويسه جدا. فبيبقى عندناش الدايلما بتاعت ان انا يا ترى اعمل فيكسيشن ولا لا، محتاجه ولا مش محتاجه، ده مش موجود خالص في استخدام الممبرين في حالات الجايدد تيشو ريجنريشن. وزي ما اتفقت معاكم لو احنا احتاجنا نثبت الممبرين زي النون ريزوربابل ممبرين لازم نثبته لو هنستخدمه اراوند توس، لانه بيبقى بلاستيك، فمحتاج ان انا اعمل له فيكسيشن وادابتيشن بسوتشر تكنيك او سوتشر ماتيريال، او ان انا ممكن استخدم ريزوربابل ممبرين في حاله فوركيشن انفولفمنت، فانا هحطه از ستامب كده فبكال سيرفيس، فبالتالي برضو احتاج اعمل له فيكسيشن لان مش هيبقى فيه البروكسيمال ارم تو بي اكستندد بروكسيمالي، ففي حاله زي كده بضطر اعمل فيكسيشن. وهنا هنعمل فيكسيشن ب سوتشر ماتيريال، هنعمل سلينج سوتشر تكنيك. ده الجايدد تيشو ريجنريشن. الجايدد بون ريجنريشن هو زيه ومش زيه، بمعنى جايدد بون ريجنريشن احنا بنتكلم المره دي على ستراكشر مختلف، هو بون وكل حاجه احنا بنتارجت انه يحصل له ريجنريشن، بس المره دي احنا في ايدنشلس اريا او في حاله امبلانت فيها بيري امبلانتايتس، يعني في بون لوس برضو مره تانية اراوند الامبلانت، والمره دي احنا عايزين نرجع البون ده مره تانية يحصل عندي بون ريجنريشن. فالمره دي انا هستخدم تقريبا نفس الماتيريال اللي بستخدمها في الجايدد تيشو ريجنريشن، هستخدم بون جرافت وهستخدم طبعا ممبرين، بس المره دي انا عندي ستراكشر ميسنج بون فقط، ما عنديش سيمنتم مزد ولا عندي بريدونتال ليجامنت مزد، فعشان كده غير المسمى شويه، بدل ما يسميه جايدد تيشو ريجنريشن بيسموه جايدد بون ريجنريشن، ان ده الايتم الوحيد اللي انا مفتقداه في ادنشلس اريا بريبيرد عشان احط بعد كده امبلانت او اراوند الامبلانت وانا عندي حاله من البري امبلانتايتس. طيب يبقى اذا انا كده استخدامي للممبرين المفروض علشان برضو عمليه السوفت تيشو ايزوليشن، وعشان ما يحصلش سوفت تيشو انفلتريشن فيبوظ لي نوع الهيلينج والكلام اللي احنا شرحناه اراوند التوس. لا، هو هنا استخدام الممبرين مختلف شويه، يعني التارجت لاستخدام هو طبعا لازم نستخدم ممبرين فور بون ريجنريشن، بس التارجت مختلف شويه، لان احنا عندنا هنا فور اني بون اوجمنتيشن تكنيك، مش بس على فكره الجايدد بون ريجنريشن، احنا عندنا 4 برنسبلز بنتكلم عنهم وبنحققهم في الحاله بتاعتنا عشان يحصل ريجنريشن. اختصروا الاربع 4 ايتمز دولت في حاجه اسمها باس برنسبلز. باس برنسبلز PASS: P primary closure، A angiogenesis، S space maintenance، والأذر S for stability. هنتكلم عنهم إن شاء الله في محاضرة منفصلة نشرحهم تفصيلا، بس ده الفور ايتمز اللي لازم يكونوا متوفرين عشان يحصل عندي بون ريجنريشن. طيب الممبرين هنا مسؤول عن رقم 4، أو نقدر نقول رقم 4 رقم 3 ورقم 4. مين لي رقم 4؟ stability، بمعنى أنا دلوقتي في حاله الجايدد بون ريجنريشن، او معنى ادق في حاله ادنشلس ريدج او في الامبلانت، انا ما عنديش الدايلاما بتاعه الابيثيليوم انفلتريشن، اللي خلي بالك الابيثيليوم قلنا بيحصل له ريجنريشن ان 1 ويك، لان انا دايما الحالات بتاعتنا بتبقى سبمرجد، يعني هعمل بون اوجمنتيشن واقفل عليه بالفلاب بتاعي، فاذا انا ما عنديش سورس للابيثيليوم انفلتريشن. عندي حتى لو في امبلانت وعندي مثلا بيري امبلانتايتس او بي بون لوس، فانا هعمل برضو جايدد بون ريجنريشن، فهقفل، ما عنديش سالكس، ما عنديش سورس للابيثيليوم. يبقى اذا اكيد هنا مش مهمه الممبرين الاساسيه ان يمنع السوفت تيشو انفلتريشن، امال مهمه الممبرين الاساسيه هنا يا دكتور كلمه ستابيليتي. وكلمه ستابيليتي هنا معناها ايه؟ ان عشان يحصل عندي هنا بون ريجنريشن يا دكتور، اللي بيحصل هنا كأن بالظبط فكرة
البون فراكشر، يعني اي حد لا قدر الله بيتعرض لكسر في العظم بيحصل ايه؟ بيتجبس، صح؟ التجبيس ده مهم ليه؟ عشان البون بتاعنا يحصل له ريجنريشن او يحصل ريونيون للفراكشرد بون دوت. مهم علشان لو البون ده بيتحرك مش هيحصل ريجنريشن، لو البون بيتحرك مش هيحصل ريجنريشن. عشان كده احنا دايما لا قدر الله اللي بيتعرض لكسر بيتجبس، او الموضوع لو اسوأ وفيه فراكشر مضاعف، كسر مضاعف، بيتعمل شرايح ومسامير. المهم في الاخر فكره الفيكسيشن، الاستابيليتي، عشان يحصل بون ريجنريشن، عشان يحصل بون هيلينج. ده في الايه؟ في اللونج بون بتاعنا. نفس الكلام انترا اولر، احنا عايزين بون ريجنريشن، صح؟ فبالتالي احنا بنوفر كذا حاجه عشان يحصل بون ريجنريشن. من ضمن الايتمز ان يحصل ايه يا دكتور؟ ان يبقى فيه ستابيليتي. يعني لو الماتيريال اللي انا بستخدمها فور بون ريجنريشن مينلي البون جرافت، الجرافت ده مش فيكسد ستراكشر. الجرافت ده لو انا حطيته لوحده اللي هو البون جرافت وقفلت عليه الفلاب بتاعي، الجرافت هيحصل له سكويز، هيحصل له فلاشنج، هيبقى فيه حركه عليه من حركه الفلاب بتاعي even after closure. فعشان احتفظ بالمحتوى بتاع البون جرافت بتاعي في نفس مكانه بنفس ال 3 دي ريكونستراكشن اللي انا عملته، لازم اغطيه بممبرين. خلاص؟ طب انا غطيته بممبرين عشان احافظ على الاستراكشر اللي انا عملته وعشان احافظ على الباوندرز بتاعته. طيب الممبرين ده ما هو السيلف فيكسد لوحده، لازم اعمل له فيكسيشن. فالفيكسيشن بتاع الممبرين بتاعي بيخليه ستيبل ستراكشر، بيؤدي للاستابيليتي بتاع الاندرلاين ستراكشر البون جرافت. فبالتالي كده انا وفرت المينو في ستابيليتي عندي، فبالتالي يحصل ريجنريشن. يبقى هنا استخدام البون جرافت والممبرين، ومينلي الممبرين في الحاله بتاعتنا دي مش علشان يمنع السوفت شو انفلتريشن، ده ايتم بس هو مش المين ايتم في الجايدد بون ريجنريشن. المين اوبجيكتيف لاستخدام الممبرين ان انا احقق الاستابيليتي، ان انا احافظ على السبيس كرييتد باي البون جرافت، ان يبقى يتنوا في نفس المكان، ما يحصلوش موفمنت او يحصل له سيبج. وعشان يبقى الممبرين ده محافظ على السبيس دوت وعامل كنترول عليه، لازم الممبرين نفسه يا دكتور يكون فيكسد باي اني مين اوف ستابيليتي. عندنا في عندنا فاريشن للمين اوف ستابيليتي ممكن نستخدمها للممبرين فيكسيشن. عندنا حاجه زي البون تاكس او البون بنز، عندنا البون بنز او البون تاكس برضو بروفايدد باي اي موزع امبلانت. عندنا هتلاقي عنده التاكس متوفره، وبيبقى في ليها تو هولدرز، يا اما ستريت هولدر او انجلد هولدر، عشان يساعدك على التاكس او البنز فيكسيشن او ابلكيشن. عندنا برضو المينو في ستابيليتي زي السكروز. السكروز بنستخدمها مينلي مع التيتانيوم مش، وساعات برضو بنستخدمها مع الممبرين لو انا عندي بون دينستي عاليه زي دي 1 او دي 2. ساعات البون تاكس دي ما بتعرفش تبقى انجيجنج الهارد او التاف بون ده، فساعات بنستخدم بون سكروز، وساعات ممكن نستخدم سوتشر ماتيريال فور ممبرين فيكسيشن. المهم احنا نقدر نقول ان عشان احقق جايدد بون ريجنريشن، البون تو بي ريجنريتد، هستخدم بايو ماتيريال بون جرافت وممبرين. والمره دي الممبرين وظيفته مختلفه شويه عن اللي لقيناها في الجايدد تيشو ريجنريشن. الممبرين هنا بيحقق لي فكره الاستابيليتي، ستابلايز السبيس كرييتد باي ذا بون جرافت. وعشان الممبرين يحقق دوت لازم يبقى الممبرين ده فيكسد باي اني مين اوف ستابيليتي زي البون تاكس، البون سكروز او السوتشر. فالاستابيليتي هنا بتبقى questionable او بروبلماتيك شويه عن التيس، لان انا ما عنديش هنا ميكانيكال فيجر يساعدني على الميكانيكال ستابيليتي زي اللي كان موجود اراوند التوس. نقدر نطلع بكونكلوجن نهائي للمحاضره بتاعتنا ان احنا محتاجين زي ما قلنا في الاول ونوهنا ان احنا محتاجين ان يبقى دايما عندي معرفه باسم التكنيك او البروسيجر اللي بعمله. يعني تفرق زي ما شفنا كده، انا بعمل جايدد تيشو ريجنريشن ولا جايدد بون ريجنريشن، انا اراوند التوث ولا اراوند الامبلانت، فيفرق قوي انا بقول جي بي ار ولا جي تي ار. ابقى عارفه كويس الماتيريال اللي انا بستخدمها، انا بستخدم ممبرين ليه وبستخدم بون جرافت ليه، طب لو ما استخدمتوش هيحصل ايه، وكمان ابقى عارفه الكرايتيريا اوف سيلكشن امتى استخدم ايه بالظبط. البايو ماتيريال زي ما شفتوا هي يعني اللي بستخدمه في الجي تي ار هو الجي بي ار، هنا بون جرافت وممبرين وهنا بون جرافت وممبرين، بس واضح ان في فرق وفرق مش بسيط ما بين استخدام الممبرين في حاله الجي تي ار واستخدام الممبرين في حاله الجي بي ار. فابقى عارفه الفرق ما بين الاثنين عشان ابقى مدركه ابعاد السيرجري بتاعتي وابقى متوقعه الريزلت بتاعتي بشكل دقيق ويطلع اللي انا عايزاه. اتمنى تكون المحاضره مفيده ليكم ووضحت النقط اللي ممكن تكون كانت غامضه بالنسبه لكم او فيها التباس. اشوفكم على خير ان شاء الله، وفي انتظار اي اسئله من حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.